موضوع تجديد حسام عبد المجيد هيبقى شائك، وهتضطر تبيعه اول السنه، والايام بيننا، يعني انت هتضطر تبيعه اول السنه، دي حقيقه، لان هيبقى باقي له سنتين، فانت مش عايز يجي سنه عليك وما يكونش جدد، فطبيعي جدا لو جاله اوفر ب 3 4 مليون دولار هتبيعه. تمام. فانت يا سيدي حدد قرارك، عايز تقنع الولد ان هو يكمل، هاته. بص يا حسام، انت خدت بقالك 4 سنين معايا، وبقيت لعيب اساسي وبقيت لعيب مهم، وتصعدت من قطاع الناشئين عارفين ان مرتبك تعبان، فيا ابن الحلال، الناس اللي كانت هتجدد لزيزو يعني، تعالى يا حسام، خد 20 مليون اهم منح التعاقد، تعويض ليك على ال4 سنين اللي فاتوا، قشطه، واعمل عقد جديد، امضي عقد جديد 4 سنين، هتاخد في السنه 25 مليون مثلا، عقد ب 100 مليون. هيرفض؟ مع وعد ان لو جالك عرض مناسب للاحتراف هنبيعك. هل هو ممكن يرفض عرض زي ده؟ وهل انا بحترم الونش جدا وبحبه، لكن هل مصلحه الفريق، مصلحه الفريق تقول ان مثلا الونش ياخد 20 وحسام ياخد مليون ونص؟ موضوع صعب الصراحه، مع احترام كامل للونش، لا، حسام ياخد ازيد من الونش،